تحياتي لكم جميعا. معظم ما يحدث في سوريا اليوم أستطيع أن أضعه تحت عنوان رسم خرائط وتحضير سوريا، وبكل أسن وصراحة أقول إلى التقسيم أو على الأقل الفيدراليات، النظام الفيدرالي. والسبب في ذلك هو الصراع الإسرائيلي التركي، والأصل في الفدرلة من تركيا تحديدا. يعني بمعنى أن تركيا تصر على أن تجعل سوريا قاعدة متقدمة لمواجهة إسرائيل. من أجل ذلك تقوم إسرائيل بتشكيل ممر داوود، هذا الممر الذي يحتضن سوريا من خاصرتها الدنيا السفلى إلى وصولا إلى أقليم كردستان العراق، يعني على مشارف تركيا، على تخوم تركيا. تتصدى تركيا لهذا الممر عبر دير الزور، عبر السويداء والفتنة التي حصلت ولا زالت على فكرة حتى هذه الليلة، وعبر حوران أيضا وصولا إلى الجولان. هذه المناطق كلها تحاول تركيا أن تضع الألغام في طريق إسرائيل، وتحاول أن تجعل من جنوب سوريا حوران يعني ولاية من ولاياتها. أنا ذكرت ذلك في الفيديو الماضي. لكن الإشكالية أن التقسيم من أين يأتي والفيدرالية من أين تأتي؟ الآن غزوة ضد السويداء فيها ما فيها من الفواجع والكوارث، وأنا كما قلت لكم أنا أتعامل وفقا لمبادئ التحقيق الجنائي، يعني بمعنى هناك من أتى من الخارج حدود السويداء وغزا السويداء، وبالتالي السويداء دافعت عن نفسها فسقطت الضحايا من الطرفين. لا يسجل على المدافع عن نفسه ما يسجل على المهاجم. لن أعيد هذا الكلام كثيرا، هذه عقيدة ومبدأ لا أساوم عليها، لا أباع ولا أشترى الحمد لله. لكن بالنتيجة وبالنهاية ولم تنتهي الأمور عندما تغزو السويداء وتحاصرها وتقطع عنها الماء وتفعل ما تفعل وتستبيحها، والفيديوهات مليئة تملأ الأفق، انطلاقا من دير الزور، من درعا، من حماة، من حمص، تقول سنأتي لنذبحكم أيها الدروز. وكما قلت سابقا أكبر دليل على الاتهام هو يعني الاعتراف سيد الأدلة. الجماعة معترفين نحن سنقتل ونذبح السويداء. إذا هذه السويداء ستذهب إلى إدارة ذاتية، والمفاوضات الآن لفتح الحدود المعبر مع الأردن، والبحث عن مقومات إعادة الإعمار والاستقلال. غزوة سبقتها على الساحل السوري راح ضحيتها عشرات بل مئات القتلى من المدنيين الأبرياء بكل بساطة. أما المجرمون، أما الفلول فلم يصبهم شيء. وأنا بين قوسين لدي كلام مهم جدا لا أقوله إلا في الندوات. مسألة الفلول وكيف حدثت، هي حدثت بين دول عميقة، وهي مؤامرة كبرى أدت بالنهاية إلى ضرب العلويين البسطاء وسلامة من؟ سلامة الدولة العميقة للأسد. لكن بالنهاية هذه الغزوة ستؤدي إلى الانفصال. أبناء الساحل سيقولون لا يمكن أن نتعايش مع سوريا الأم، سوريا الأخرى، سوريا السنة. إذن الانفصال. صرنا الآن بقطعتين. القطعة الثالثة حوران التي ينزع سلاحها من قبل إسرائيل، والتي تحتج على حكومة الجولاني بأنها همشت من كل شيء، حتى في صراعها مع السويداء خذلت من قبل الحكومة. وربما هذا أفضل شيء تفعله الحكومة، أنها خذلت الهجمة الحورانية على السويداء. اغضب اغضب أيها الحوراني، لكن لوجه الله اغضب على كلامي هذا. ينزع السلاح من الجنوب السوري. أما في شرق الفرات والمؤتمر الذي حدث أول أمس في الحسكة، فأيضا هذا يؤسس لشيء مهم جدا. هذا عبارة عن قرار 2254، وبالتالي قرار 2254 فيه طرفان: طرف المعارضة يعني الثورة، والطرف الثاني الأقليات. أقولها ببساطة، يعني هي الكلمة أوسع من أقليات لكن للتقريب. القرار الأممي الآن أصبح هكذا: قوى الثورة والمعارضة التي همشت، ولا أقصد أنا الائتلاف بالضرورة، ضباط المنشقون، النخب السياسيون وما شابه ذلك، هؤلاء هم طرف، والطرف الثاني هم الذين اجتمعوا يوم أمس وحاولوا أن يبلوروا الطرف الثاني. وبالتالي إذا شنت تركيا، أنا أقول تركيا، أما البقية تفاصيل، العشائر تفصيل، منفعلون وليسوا فاعلين. إذا شنت تركيا أيضا حربا على الأكراد ستفشل هذه الحرب، لكن ستورث جروحا عميقة. تقول للأكراد إذا سننفصل. قد يقول قال أنت تبرر لكل المنفصلين. أخي أنت تضربهم وتحشرهم، أنت يا جولاني، أنت لا تعرف كيف تدار الأمور، وأنت مغرور بالمعجبين بك.
ولا يعرفون كيف يفكرون. تطبيل، مجرد تطبيل، لا ينظرون إلى الوثيقة، لا يصلون إلى الحقيقة، مجرد تطبيل. أمهلوهم، اصبروا عليهم، أخطاء فردية، كلام يعني يتكرر الكلام، وأنت مغتر بهذا ولا تريد أن تصحح، بل إنك تكرس التقسيم الذي لم يكن في الزمان الغابر للأسف الشديد. ثم بعد ذلك إذن حكومة كردية وحكومة سنية في المنتصف، وكل ذلك لا تتساءلوا هل تكون سوريا مركزية أم لا مركزية، فيدرالية أم إنها الصيرورة، إنها تكون دون أن تفكر. إذن هي تكون، هي ذاهبة أصلا. وبالتالي أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى طائف سوري كما كان هناك طائف لبناني، ونتمنى أن تذهب سوريا إلى السلم والأمان بأي شكل من الأشكال. المهم ألا تراق الدماء.